صباح البركة والسعادة. النهارده ان شاء الله حابب اخدكم في فلوج جميل جدا وشيق جدا هنتابع فيه تفاصيل عقيقة المولود في الريف المصري. والمولود ده هو عبد الرحمن ابن اخويا. بتمنى من كل اللي بيتابع الفيديو يدعي ربنا ان هو يجعله من الصالحين ويجعله بر بوالديه وينبته نباتا حسنا. نسمي الله ونبدا الفلوج. بدأنا باللحمة واللي كانت عبارة عن 80 كيلو من اللحم الجزاري البناتي، وهنا الجزار كان بيشف اللحمة. وهنا حابب أوجه الشكر للمعلم محمد زكريا الجزار المحترم اللي رفض إنه ياخد أي فلوس غير لما الناس تاكل اللحمة وتشكر فيها. وصلنا اللحمة للبيت وبعد كده بدأ الطباخ إن هو يعدل القطعية بتاعتها ويقطعها قطع مناسبة ليه للطباخ. بعد كده جبنا كشف الخضار وبعدها رحنا على المفرمة علشان نفرم اللحمة اللي هتتعمل للكفتة. وبعد ما خلصنا رحنا علشان نجيب كشف المعلبات واللي كان من خلال منفذ الربيع للمصنعات البلاستيكية، واللي حابب اوجه لهم جزيل الشكر على المعامله الجميله والطيبه وكمان الخامه الممتازه في المصنعات. وكان معايا في الليله دي الشيف احمد الجدوسي اللي كان بيشرف على الحاجه بنفسه، وكان معايا كمان احمد اخويا ومحمد ابن خالتي. وهنا بدانا نحمل الحاجه كلها على التروسيكل. بعد كده رحنا عشان نجيب كشف الحلو والطباخه من محل السراج المنير لطلبات الافراح، وصاحبه الشيخ عماد راجل في قمه الذوق والاحترام. مش بس كده، موجود عنده كل لوازم الطباخه من الالف للياء. والاماكن اللي انا بقول عليها في الفيديو متواجده في مدينه تيتا البارود في محافظه البحيره. واول ما وصلنا البيت كانت شركه الفراشه بدات بالفعل في تركيب فراشه العقيقه. شركه الفراشه هي شركه الحاج احمد عمرو، ناس بالامانه على اعلى مستوى. وده كده بعد ما خلصوا فرش العقيقه. الوقت ده كان الشيف احمد القدوسي جاب العده بتاعه الطباخه وحطها قدام البيت. بدانا انا وعيال خالتي نطلع الحاجه اللي جبناها واحده واحده وركناها في مكان فاضي. وهنا كان احمد اخويا واخد الشباب جيراننا وبينضفوا المكان بتاع العقيقه وبيرشوا ميه علشان خاطر يرقدوا اي تراب موجود على الارض. يوم الجمعه بدانا اليوم من الصبح من الساعه 8:30. جهزت الحاجه للشيف وجبت له الخضار واللحمه واللبن وكل حاجه هو محتاجها. وبدا الشيف احمد القدوسي والطاقم اللي موجود معاه في تجهيز كل اصناف العقيقه. بجد شيف وطاقم على اعلى مستوى من النظافه والاحترافيه في عمل الاكل. بدانا بعد كده نحضر الترابيزات بتاعه البوفيه. طبعا احنا مخصصين مكان للرجاله غير مكان للحريم علشان ما فيش اي حد من الحريم يظهر قدام اي حد من الرجاله في وقت الفطار. وده كده المكان من اكتر من زاويه قبل اخر اللمسات. وبعد العصر بدا الشيف كمال يصبع الكفته ويولع الفحم علشان خاطر يسوي الكفته. كانت الكميه معاه تقريبا حوالي 30 كيلو. كمان كانت اللحمه اخدت تسويتها في الشوربه وجاهزه انها تدخل الفرن. وده كده شكل الكفته على الشوايه، بجد كانت الريحه خرافه. ده كده بعد ما الرجاله فرشوا كل الترابيزات وقبل المغرب بساعه بدا الرجاله يعبوا التمر هند في الازايز. وبدا الشيفات يغلفوا السلطات علشان ما يدخلهاش اي اتربه. ده كده شكل اللحمه بعد ما اتقطعت وداخله الفرن. وده كده شكل الكفته بعد ما استوت وجاهزه على الاكل. بجد كل الشكر للشيف احمد القدوسي والطاقم اللي موجود معاه على الجهد اللي بذلوه علشان يطلعوا العقيقه بافضل صوره. الناس اللي حابه تعرف طريقه عمل اي صنف من اصناف العقيقه تكتب لي في الكومنتات وهرد عليكم في الكومنتات باذن الله. بعد كده بدا الشيفات يرصوا السلطات على الترابيزات. وده كده الشكل النهائي للبوفيهات قبل نزول الوجبات. وهنا كان الشيفات بيعبوا الوجبات. بعد كده رصينا الوجبات على البوفيهات وبدانا في استقبال الناس اللي جايه لنا. كان في استقبالهم والدي ربنا يبارك فيه وانا واخوي. وده كده الشكل بعد ما المغرب اذن والناس بدات تفطر والحمد لله عدت على خير بدون اي مشاكل. بعد العقيقه بدانا نجهز للسبوع. هنا كنت بعمل خلفيه على الحيطه بالبلالين واحمد اخويا كان بيوزع وشوش على الاطفال، ومن الواضح انهم كانوا فرحانين بيها جدا. واحتفلنا بالمولود الجديد احنا والعيله الكريمه والحمد لله كان يوم ممتع وكان يوم جميل. عقبال عندكم جميعا وربنا يبارك في كل حد ساعدنا في ان اليوم يطلع بالشكل اللطيف ده. لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير للفيديو، والاهم ان في الختام صلوا على خير الانام. انا عبد الرحمن صبحي، سلام.